تحية للسيد المدير، وتحية كذلك لكل العاملين بمؤسسة مدرسة المسيرة المتواجدة بحي إيغولاف. السيد المدير، كنشوف بأن هذه العملية يعني جاءت رحيمة على التلاميذ، لأنها العيد هذا يعني بزاف ديال التكاليف المادية. يعني واش ممكن تقربوا الرأي العام حول هذه العملية ديال توزيع المحافظ لمجموع تلاميذ مدرسة المسيرة المتواجدة بحي إيغولاف؟ بداية شكرا للأستاذ حسن ممدوح. عملية توزيع الأدوات المدرسية والكتب في إطار عملية مليون محفظة اللي تمت في واحد الجو عادي، فكنا كنطوروا الإذن ديال النيابة الإقليمية أنه تم اليوم الخميس 17 شتنبر توزيع الأدوات وكذلك كتب مدرسية ومحافظ على التلاميذ ديال المؤسسة مدرسة المسيرة الخضراء. فالعملية إذن استفد منها جميع التلاميذ والتلميذات المتواجدين في المؤسسة، فبدون شك غادي يكون عندها وقع إيجابي على التلاميذ وكذلك على الآباء نظرا للحاجيات ديالهم في هذا الإطار. إذن العملية غادي تشمل جميع الأقسام بدون استثناء من القسم الأول إلى القسم السادس. نعم، نظرا لأن المؤسسات تتواجد في منطقة حضرية، فالمذكرة الوزارية المعمول بها على أن القسم الأول هم اللي يستفيدون يعني بمحفظة كاملة جاهزة، بين باقي المستويات هناك كتب 100% ككراسات، أما باقي الكتب الأخرى فهي في 30%. بطبيعة الحال كاين مسترجع من الكتب من السنة الماضية ديال التلاميذ. يعني كنشوف بأن هذه العملية جاءت تقريبا يعني في وقتها المناسب، يعني الدخول المدرسي وتوزيع المحافظ. يعني كيفاش كتشوفوا هذه العملية جات مبكرا هذا العام؟ بطبيعة الحال فالطاقم الإداري والإخوان التربوي والإخوان اللي معنا في جمعية دعم مدرسة النجاح، حنا عملنا مجهودات إضافية يعني باش لكي نوفر يعني هذه الكتب في وقتها في إبانها وحينها. فالطلب كان في الاتصال بالكتبي في السنة الماضية في آخر السنة إذا 15 يوليوز باش يتم التوفير ديالهم في الوقت ديالهم، وبالفعل فالكتبي وفرنا الكتب وكانوا يعني متواجد بالمؤسسات في 3 شتنبر، يعني جد مبكر نظرا للعمليات الإجرائية اللي قاموا بها الإخوان. مشكورين الإخوان اللي معنا، لا الإداريين ولا السادة الأساتذة والأستاذات. شكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك.